عمرك قعدت تتكلم مع شخص قبل كده وحسيت ان كلامه مش حقيقي او بالبلدي كده ان جسمه مش مصدق اللي بيقوله؟ طب عمرك حسيت ان في تشابه ما بين شكل البشر والحيوانات، زي ان شخص مثلا يكون له عينين عميقه وحاده زي الذئاب، او ان بني ادم يتشابه مع الضباع في شكل الوش والنظرات الضبابيه بتاعته؟ طب هل ممكن تحدد صفات مبدئيه للشخص من شكل الوش بس من غير ما يتكلم ولا كلمه؟ ولاي درجه التحليل ده ممكن يبقى دقيق؟ وهل في اصلا علم او دراسه بيتكلم في الموضوع ده؟ مساء الفل، انا محمد طلعت وده مستر ماني. علم الفراسه بيستخدمه الرؤساء عشان يقروا لغه الجسد لبعض في المقابلات الاعلاميه. على سبيل المثال الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس السابق دونالد ترامب هما بيسلموا على بعض بطريقه قويه جدا في محاوله منهم لفرض سيطره ظاهريه على بعض في بدايه اللقاء ما بينهم. شكل وتعبير الفنانين او السياسيين وهما بيتكلموا في موضوع يهم الناس بيكون عامل ازاي قدام التلفزيون، وكمان العادات العرفيه عند العرب عشان يقدروا يحكموا ما بين المتخاصمين ويعرفوا مين اللي بيكذب ومين اللي ممكن يكون بيقول الصدق. حابب اقول لك يا صديقي ان الفراسه ممكن ما تكونش علم والناس تختلف عليها. في بعض الناس بتقول لك ان هي مجرد معرفه، لكن الفراسه بشكل عام هي ادراك بواطن الامور من مجرد قرايه الظواهر والدلائل الخاصه بيها. وكمان ربنا قال في سوره الحجر في الايه رقم 75 ان في ذلك لايات للمتوسمين، ومعناها الناظرين او المتفرسين او المتخيلين او المدققين في بواطن الامور. وعلم الفراسه كان موجود زمان بشكل طبيعي عند العرب، وهو الاستدلال عن صفات شخص معين من ملامح الوجه. يعني مثلا العرب في زمن الجاهليه كانوا بيستدلوا من لون البشره والجلد وهيئه الاعضاء زي الاقدام مثلا على نسب الشخص ومن اي مكان او قبيله. وكمان كانوا يقدروا يعرفوا حاله الارض اذا كان فيها مياه جوفيه او لا من ريحه ترابها، ودي كانت بتتسمى عندهم الرياف. وكمان كان عندهم القدره على معرفه حجم الشخص وحالته واذا كان مريض او مصاب مثلا، مجرد ما يشوفوا اثار الاقدام بتاعته او الخف اللي هو لابسه اللي هو الشبشب لا مؤاخذه، ودي كانت بتتسمى عندهم العيافه. ودايما العرب كانوا بيقولوا ان الفراسه هي هبه لا تتوفر الا لاشخاص معينين، بيكون عندهم ذكاء فطري وبيزيد معاهم مع التجارب المختلفه. لكن اللي حابب اتكلم عليه ومهتم بيه الحقيقه هو 3 انواع من الفراسه. اول نوع وهي فراسه الجسد، وهي قرايه طباع وصفات الشخص من مجرد ملامحه. تاني نوع وهو فراسه لغه الجسد، وهي معرفه مدى صدق او كذب المشاعر اللي بيحس بيها شخص معين وانت بتسمع له او بتتفاوض معاه او حتى بتحل مشكله شخصيه خاصه بيه، ومنها تقدر تعرف الكلام اللي بيقوله ده بيعبر عنه فعلا ولا مجرد كلام بيعدي بيه الوقت. والاهتمام بلغه الجسد اصلا اتعمل في العصر الحديث عشان خاطر يساعد الناس في مجال المبيعات ان هي تسوق منتجاتها، واتطورت بعد كده عشان تدخل في كل المجالات تقريبا. اخر نوع من الفراسه حابب اتكلم عليه وهو ممكن يكون غريب شويه، وهو فراسه الجسد ولكن عن طريق مشابهه ملامح الانسان بملامح حيوان معين، ومن خلال ده تقدر تعرف مدى التشابه ما بين طباع الانسان وطباع الحيوان اللي بيشبهه فيه سمات الشكل. والمقصود هنا بسمات الشكل مش ان الانسان يكون شبه الحيوان، لكن ان يكون في سمات عامه مشتركه ما بينهم زي شكل العين وتحديد الوش وحاجات تانية ممكن نتكلم عنها بشكل منفصل لو حابين نتكلم اكتر في الموضوع ده. فلو حابين نتكلم اكتر في فراسه الجسد يا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات وتقولوا لنا حابين نتكلم في اي نوع من انواع الثلاثه. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.